ازاي تعرف الجرافيك المناسب للعب ببجي؟ يعني انت مثلا بتلعب على جهاز 5 تالت 5 رابع، عايز تعرف انهي جرافيك مناسب. هتضغط ان هوت على السهم دوت، تك على الاعدادات، وبعدين اضغط على الرسوم والجرافيك. بعد كده انا دلوقتي عامل اعدادات مثلا على سلسه، وبعدين الترا اكستريم. انت ازاي مثلا تعرف ان الجهاز بتاعك يشغل الترا اكستريم باداء كويس، ولا توفير الطاقه، ولا مرتفع؟ انهي اداء يكون متوسط يكون كويس مع الجهاز بتاعك؟ اول حاجه، لو انت بتلعب على كارت داخلي اللي هو كارت بلت ان، لا يبقى مش هينفع غير وضع توفير الطاقه. خليها بس صراحه. وطبعا كله طبعا هيكون وضع توفير الطاقه لو انت بتلعب على كارت داخلي اهو. هيخلي مثلا كله وضع توفير الطاقه او سلسه. اقل حاجه وانت كده تعطيل. دي الاعدادات لو انت مثلا بتلعب على كارت داخلي. حتى لو انت بتلعب على كارت شغال مثلا ار 7 مثلا بيحصل معاك لاج، خلي الاعداد دي تشتغل معاك. خليها كل حاجه سلسه سلسه، وتقدر توفير الطاقه. لو انت مثلا معاك كارت شويه مقبول شويه مثلا سي جي تي اكس 450، ممكن خليها مثلا على قويه. تمام. وتك تطبيق هيشتغل معاك سلسه وجميله جدا. ونخلي مثلا ديت متوازيه متوازنه. تمام. هيكون يشتغل معاك جهاز جميل جدا. بس بقى لو انت مثلا معاك كارت شاشه ار مثلا ار 7، ار ام دي، ار اكس مثلا 570 او 580 او 590 زي ما يكون، هتك مثلا على ديت تخليها ممكن تلعب على الالتر اكستريم. بس خلي بالك، لو انت بتلعب على الالتر اكستريم خلي بالك من النقطه دي جدا. بلاك شيف كاتبين ايه؟ تم ضبط معدل الاطارات خلال المعارك على الحد الاقصى، وهذا ضغط بشده على اداء الجهاز. يعني كده بتضغط اديتها اساسا، بتضغط على البروسيسور، بتضغط معاك على البروسيسور والكارت الشاشه. سيفعل النظام خاصية توفير الطاقة تلقائيا لضمان تشغيل مستمر للجهاز بمعدل اطارات مرتفع. يعني بمعنى الدماغة دي كلها ان كده في كل الاحوال بتضغط معاك على البروسيسور وعلى الجهاز. فالوضع الاخير ده الترا اكستريم، مهما كان جهازك برضه بلاش تلعب على الالترا اكستريم. يعني حتى الالترا اكستريم برضه بيقلل مستوى جهازك، يخلي ممكن يكون معاك لاج. لو جهاز معاك مش قوي او اداؤه مش كويس، هيحصل معاك لاج. فالافضل لو انت جهازك ضعيف العب على وضع توفير الطاقه، هيشتغل معاك باداء جدا والاداء سلس. الفريمات مش هتكون عاليه، بس هيكون الاداء معاك سلس، ما يكونش في لاج ولا تهنيج معاك في اللعب. دي بالنسبه لو انت بقى طبعا الكروت العاليه تلعب بقى الترا اكستريم اكستريم عادي. بس بقى من فوق مثلا مثلا جي تي اكس مثلا 1060 1050، ار اكس مثلا 590، مثلا ار تي اكس 260. الحاجات العاليه دي تلعب على عادي زي ما انت، مفيش مشكله. بس كروت ضعيفه طبعا مش هينفع الا وضع توفير طاقه او متوازنه متوسطه، حاجات زي دي عشان الاداء يكون معاك كويس. او لو انت مش عايز تعك في اللعبه خلي ديت، العب على اداء ديت، معدل اطارات افضل او متوازنه. ممكن خليها متوازنه وتتك تطبيق، هيشتغل معاك جميل جدا ومفيش اي مشاكل.